البرتغال تفوز على اسبانيا بعد ما تعادل ب 2-2 بركلات الترجيح بعد ما اضاع الفارو موراتا ضربة الجزاء، واللي كان بصراحة أنا أعتبر نجم اللقاء نجم المباراة بشيء نونو منديش. سوى كل شيء ينعمل بالطابع. طبعا نتكلم اليوم على الحاضر الغائب يامال، اللي كل الناس كانت الصحف والمقالات والإعلام كلياته كان يعني حاطط ضغط حيل كبير عليه. كان اليوم غائب بشكل تام، ما شفنا له أي يعني لقطات. طبعا تكلم قبل هيك الثورة زاد اللي صارت على كريستيانو رونالدو، وقت قال انه يامال المفروض انه يتواضع اكثر، المفروض انه يامال مو معنات اذا هو ما حق، يعني هو قال انه اذا بدك تفوز بالكرة الذهبية لازم تفوز بدور الابطال. هو طبعا يعني كريستيانو رونالدو من قبل فاز بها بال 2013 بدون ما يحقق دور الأبطال، فصارت ضجة إعلامية بشكل مو طبيعي. ولكن رونالدو يرجع يثبت وجوده ويقول للعالم هو اللي جاب التعادل. لا، البرتغال هو اللي خلى يعني شوفهم هو بالدموع. طبعا رونالدو يتوج لحظة تتويج، لحظة فرح لكل الشعب البرتغالي. شيء جميل، شيء رائع اللي شفناه بالمباراة. أعتبر فنتينا عندك جواو نيفيز بصراحة كمشاهد حرام يطلع جواو نيفيز. يعني المباراة كانت كلياتها بشفة، وانك تطلع جواو نيفيز بشفة ثانية. يعني معاكم محمد بهاشتاج سبورت، اتمنى طبعا تشتركون بالقناة، ويا حياكم الله على مباراة البرتغال ضد اسبانيا، المباراة اللي انتهت ب 2-2 وضيع مثل ما قلنا الفارو موراتا هدف. يعني انا ما اعرف ليش هو نزل باساس الفارو موراتا. يعني كانت تنزيله لإسكو كانت نقطة فارقة للإسبان. شفنا شلون إنه إسكو كان حركته حيل كويسة. لعب ثاني، شيء ثاني. يعني لا يعني بصراحة بفرق يعني حيل كبير. بل يعني خط وسط برتغال على خط. أكثر شيء كان جالطني على فكرة بالمباراة وجود برناردو سيلفا. أكثر شيء يعني لاعب منتهي، ميت ما أعرف، يعني ميت بشكل مو طبيعي. لحظات التتويج، لحظات البكاء، الانهمار. كريستيانو رونالدو بالدموع كريستيانو رونالدو يفوز على إسبانيا بالدموع. يعني نتكلم على لاعب فوق 40 سنة، لاعب يعني سجل الهدف الثاني، لاعب فارق. أي نعم، حتى يعني يعني هو هداف للبطولة على ما أعتقد. لسه ما أعرف، بس على ما أتوقع هو هداف البطولة. بس هاي بحضور بيبي، بحضور فيجو، بحضور جوزيه مورينيو، بحضور أساطير البرتغال. شيء عظيم اللي يصير ببايرن ميونخ، بملعب بايرن ميونخ الاليانز ارينا. شيء جميل. طبعا مشجعين الاسبان يرحلون الى البيت مسرورين وزعلانين على انهم اتم وحضروا وشافوا بس كريستيانو رونالدو. مشان هيك انا اقول لكم ارجعوا مع البيت وحطوا راسكم وناموا. السلام عليكم.